نفى الدولي المغربي حكيم زياش الشائعات التي تداولت خلال غيابه عن المنتخب الوطني، والتي ادعت وجود خلافات بينه وبين بعض لاعبي أسود الأطلس. وفي رد واضح على تلك المزاعم، ظهر زياش بروح معنوية عالية برفقة زميله في المنتخب أشرف حكيمي، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول قرار الناخب الوطني وليد الركراكي بمنح شارة القيادة لحكيمي بدلاً من زياش. أعرب الدولي المغربي بلال الخنوس عن تلقيه إشادة خاصة من مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عقب الأداء الذي قدمه في مباراة فريقه ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي تصريح صحفي بعد اللقاء قال الخنوس: غوارديولا أبدى إعجابه بما قدمته في المباراة، لكنني لست راضياً عن مستواي. أنا على دراية بما يمكنني تقديمه، وأعلم أن علي العمل بجدية أكبر لتحقيق الأفضل باستمرار. ويعد الخنوس أحد أبرز نجوم ليستر سيتي هذا الموسم، حيث شارك في 17 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.